الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم بمناسبة مرور 62 سنة على ثورة يوليو المجيدة. الثورة دي قام بها الجيش المصري في الوقت ده. كان في أوضاع صعبة جدا، كان في استعمار موجود في مصر، كان في أوضاع اجتماعية صعبة جدا موجودة في الوقت ده. الجيش اتحرك في الوقت ده برجال شرفاء عظماء عشان يلبي طموحات الشعب المصري، وتكون دي بداية لمصر الحديثة اللي احنا ان شاء الله ماشيين في طريقها. قبل ما اتكلم عن الثورة اسمحوا لي ان احنا نوجه التحية لرجال ثورة مصر، اخص بيهم رؤساء الحكم اللي حكموا مصر في الوقت ده. الرئيس الراحل محمد نجيب، الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الرئيس الشهيد انور السادات. ثورة يوليو كان ليها اهداف، وانا اسمحوا لي هتكلم على اهداف الثورة ديت، لان في عمر الدول غير عمرنا احنا. لما نيجي نتكلم على 60 سنة او اكتر من عمر الدولة المصرية بعد الحدث الكبير ده، نقول دلوقتي يا ترى اتحطت اهداف، اتحطت 6 اهداف، وتحركت الثورة وتحرك رجال الثورة في تنفيذ الاهداف ديت، ونقول يا ترى ايه اللي اتحقق وايه اللي لسه بيتحقق. ما اقدرش اقول ابدا ان ايه اللي تحقق وايه اللي اخفق. عمر الثورة ممكن يبقى اكتر من 60 و100 و200 سنة كمان عقبال الاهداف دي ما تتحقق على الارض او في الدولة المصرية. كان الهدف القضاء على الاستعمار، ده هدف من اهداف الثورة. الهدف القضاء على الاقطاع كان هدف من اهداف الثورة. انشاء جيش وطني قوي ده كان هدف من اهداف الثورة. اقامة عدالة اجتماعية كان هدف من اهداف الثورة. القضاء على الاقطاع وسيطرته، والقضاء على سيطرة راس المال على الحكم. ال6 اهداف دول الثورة حطتهم او وضعتهم سنة 52 كاهداف هي عايزة تحققها لمصر خلال مسيرتها. اكيد احنا حاسين ان في اهداف احنا شفناها وشفناها كويس، وشفنا دور مصر فيها قد ايه. يعني لما نتكلم على الاحتلال البريطاني لمصر، ده انتهى، وانتهى مش بس حتى في مصر، ده مصر لعبت دور كبير قوي في التحرر لدول اخرى عربية وافريقية. لما نيجي نتكلم على القضاء على الاقطاع هنجد ان ده امر تحقق بشكل كبير جدا خلال الفترة ديت. لما نيجي نتكلم على القضاء على سيطرة راس المال على الحكم، ده جزء كبير جدا تحقق منه خلال الفترة ديت. جيش وطني قوي، احنا شايفين الجيش ده مدى دوره واهمية دوره من ساعة ما اتحط الهدف ده لغاية الوقت اللي احنا موجودين فيه. العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية ده كان هدف كبير من اهداف الثورة، انه يحقق للمصريين حياة تتسم بكتير من العدالة. وانا اتصور ان احنا في الوقت ده والمدة طويلة من عمر الثورة لغاية سنين فاتت كان في كتير من العدالة تحقق. يعني انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده دلوقتي لان احنا حصل في 25 يناير وفي 30 يونيو تحرك تاني وحركة للمصريين تاني. الحركة دي كانت بتستهدف استكمال، يعني لما نيجي نقول عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، نقول إن أثناء مسيرة الثورة في حاجات تحققت بنسبة كبيرة جدا، وفي حاجات تحققت بنسبة
مش مريحة، مش مرضية، مش على قد امال المصريين. فتحرك المصريين تاني، ولما اتحركوا في 25 يناير اتأكدت. محدش قال اعمل جيش وطني قوي، محدش قال القضاء على الاستعمار، محدش قال القضاء على الاقطاع، قال حاجة تانية. الحاجة التانية دي كانت اهداف موجودة بشكل او باخر في اهداف ثورة يوليو، ولكن النتائج بتاعتها ما كانتش بالمستوى اللي يرضي الناس، فتحرك الناس. المرة دي الجيش هو اللي وقف مع الناس. دي نقطة مهمة جدا محتاجين نعرفها كلنا ونتأكد انها موجودة دلوقتي ومستقبلا، ان الجيش المصري دايما هيبقى ظهير للشعب المصري، زي الشعب المصري ما هو ظهير الجيش المصري، كتلة واحدة. الشعب المصري هو بيمثل مع الجيش المصري كتلة صلبة جدا جدا في استمرار والحفاظ على الدولة المصرية. محدش هيقدر ابدا طول ما المصريين كتلة واحدة، وطول ما الجيش والمصريين كتلة واحدة على هدف واحد، هو الحفاظ على مصر، دولة مصر وشعب مصر، طول ما مفيش اي خطر مهما كانت التحديات اللي موجودة، مهما كانت المخاطر اللي موجودة. خلونا نتكلم على الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش والكرامة الإنسانية. أنا دايما أقول إن يا ترى القناعات اللي موجودة عندنا كلنا أو حتى على القائمين على إدارة الدولة قناعات مستقرة على الأهداف دي؟ يعني الثوابت اللي موجودة في القائمين على الدولة دلوقتي أو حتى قبل كده، القناعات دي موجودة عندهم في الحفاظ على الأهداف دي؟ يعني الحرية، يعني الكرامة الإنسانية، يعني العدالة الاجتماعية، دي موجودة القناعات دي ولا مش موجودة؟ لو مش موجودة يبقى في مشكلة كبيرة، لكن لو موجودة يبقى في خطوات هتتعمل. مش هقول ما نستعجلهاش، لكن هقول ان احنا هنعيشها وهي بتتحرك وبتتنفذ على الواقع بتاعنا. انا عايز اقول لكم يعني الحرية اللي بنتكلم عليها، الحرية بس مش حرية انك انت تعبر عن رأيك او نعبر عن رأينا، لا، الحرية انك انت تشعر بانك انت بتفكر بحرية، تشعر بانك انت محدش بيحاول يفرض عليك فكر معين، يعني بتفكر حتى في الاعتقاد يبقى حرية اعتقاد، ان ما يبقاش في فكر بعينه بيفرض على الناس على ان هو ده الحق وغيره لا، ده ضد الحرية انا اعتقد. وعشان كده المصريين حسوا ان الحرية منقوصة وتحركوا في 30 يونيو، حسوا ان حريتهم هتتاخد منهم وهيتفرض حاجة تانية. الحاجة التانية دي هو فكر بعينه، بغض النظر، انا بتكلم بمنتهى التجرد، بغض النظر على ان الفكر ده صح ولا غلط، ده موضوع نسبي وموضوع ياخد فيه نقاش كتير، لكن اللي لازم نكون متأكدين منه ان كل انسان من حقه انه يفكر ويعتقد وما يفرضش عليه فكر او رأي بعينه، مش بس يعبر عن رأيه ويبقى ده الحرية. انا عايز اقول في الحرية كمان اللي احنا بنتكلم عليها بمفهوم اكبر شوية من مفهوم التعبير عن الرأي. يعني معقول تبقى ظروف الناس الصعبة اقتصاديا انا بتكلم هتقدر تديله مناخ حقيقي انه يعبر ويعيش بحرية، ولا يبقى يعني اسير لفقره، اسير لغلبه؟ حرية ايه بقى وانا مش لاكل؟ دي حرية انا اخد تعليم كويس عشان ما بقاش اسير لجهلي، ما بقاش اسير لجهلي، ابقى فاهم، ابقى واعي، ابقى عارف، ده حرية. يا ترى احنا بنتحرك في ده وهنشتغل على ده خلال ده الوقت اللي احنا موجودين فيه ولغاية ما
يبقى لينا نتائج حقيقية يشعر بها الناس ويعيشها الناس في مفهوم الحرية اللي أنا بتكلم فيه ده، احنا بنتحرك على كده. وبالمناسبة احنا تقريبا، أنا كنت ممكن أتكلم بمرور شهر على تولية مسؤولية وأمانة المصريين، مش أمانة الحكم، أمانة المسؤولية لشعب مصر ودولة مصر. العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية يعني ايه؟ احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الاقتصاد، لما اتسألت السؤال ده بيقول لي انت التوجه الاقتصادي بتاعنا ايه؟ قلت توجه اقتصادي حر رشيد. حر رشيد يعني ايه؟ يعني المال ما يبقاش أداة تضغط وتدوس على المصريين، لا، تبقى أداة لتقدم وازدهار كل المصريين. ده الفرق بين هو يبقى اقتصاد حر طاغي ظالم قاسي، وبين اقتصاد حر رشيد يراعي كل المصريين ويستخدم لصالح كل المصريين. النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها كمان بالإضافة لكده، العدالة الاجتماعية عشان تتحقق بشكل جيد مش معقول يبقى دخول الناس في المستوى اللي احنا شايفينه. أنا بتكلم هنا على غالبية الناس، على معظم المصريين. العدالة الاجتماعية اللي بتكلم فيها على شباب عدد كبير مش لاقي فرصة عمل حقيقية، او احنا بنجهزه لعمل حقيقي. يعني ممكن تكون الجامعة بتخرج ناس كتير، ده كويس، لكن يا ترى اللي بتخرجه ده سوق العمل في مصر، او حتى لو احنا عايزين سوق العمل ده يمتد لخارج مصر، لدول شقيقة او صديقة محتاجة عمالة مصرية، يا ترى احنا بنجهز لهم العمالة دي والتأهيل ده اللي يساعد ان السوق ده يستوعب جوه مصر او خارج مصر؟ انا اتصور ده جزء من العدالة الاجتماعية، ان احنا نجهز الناس، مش بس نوفر لهم فرص عمل حقيقية، لا، احنا محتاجين نجهز ولادنا، شبابنا، شاباتنا، عشان يقدروا يجدوا فرصة عمل مناسبة ليهم. الكرامة الإنسانية، خليني أكلمكم وأقول يا ترى لما قلنا دولة سيادة القانون، دولة سيادة القانون، كان ليه بنقولها كده؟ هو أنا مش شاعر بنبض الناس في الشارع وتألمهم من هم مش شايفين من وجهة نظرهم ان الإجراءات القانونية مش مريحة بالنسبة لهم، وانا ما بتكلمش في النقطة دي خالص ابدا، والمفروض ما نتكلمش فيها. اذا كنا بنقول دولة سيادة قانون، يبقى نسيب القانون والقضاء يتولى ده دون تعليق ودون ألم كمان، ونصبر على كده، نصبر على كده، على ان ده هدف بيتحقق. احنا بنعمل مش للحظة دي، مش للحالة دي، احنا بنعمل للحالة المصرية. عايزين الحالة المصرية كلها يبقى فيها عدالة، العدالة دي محدش يتدخل فيها عشان تحقق الكرامة الإنسانية. ده الشكل التاني، رغم كل الضغوط، رغم احنا لسه كان في واقع انا هتكلم عليها النهاردة، رغم كل الضغوط اللي موجودة بتمارس علينا من اول 30 يونيو حتى الان، الممارسات اللي بتتعمل لضبط الموقف الامني والحفاظ على استمرار الدولة المصرية، انا عايز اقول بمنتهى التجرد والانصاف انه في اقل حجم من التجاوز. وزي ما بقول الحملة اللي كانت موجودة واللي ما زالت موجودة في سيناء بتحاول بقدر الامكان ان هي لا تمس بقدر الامكان الكرامة الانسانية. الكرامة الانسانية مش معقول واحنا بنتكلم عن الكرامة الانسانية نضيعها واحنا بنعمل مواجهة مع من يستهدف كل الثورة المصرية.
يبقى هو نجح في انه يحطم، يعيق، يمنع احد اهداف الثورة دي انها تتحقق. فانا عايز اقول ايه؟ انا جبت ليه ثورة يوليو بعد 60 سنة واتكلمت عنها في مناسبتها؟ بستدعي ان في عمر الدول وعمر الثورات ما بيتحققش الاهداف والامال في شهر واثنين وسنة واثنين، لا، وتاخد سنوات طويلة جدا. وشوفوا الثورة الفرنسية عمرها قد ايه. فاحنا بنتكلم على 30 يونيو وبنتكلم على 25 يناير. ان بقول للمصريين الاصل في انجاح الامال والاهداف اللي انتم عايزينها انتم يا مصريين، انتم يا شعب مصر، تفهمكم للتحديات، تحملكم للمشاق، العمل الجاد عشان تحقيق الاهداف. انا عايز اقول كتلة الشعب المصري، في اخرين مش معقول هيبقى في اجماع كامل، لكن كتلة المصريين، الكتلة الغالبة لازم ما تتأثرش، ولازم تكون عندها دايما ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي نفسها. ان شاء الله منصورين. لازم تكونوا متأكدين من كده. احنا بنتكلم بعد شهر، فمش عايزين الاحداث اللي بتمر بينا تخلينا يعني تزيدنا صلابة، تزيدنا امل، لان كل ما الاحداث دي بتدلل على ان المسار اللي احنا ان شاء الله ماشيين فيه هو ده المسار الصح، البناء، الاصلاح. بس في عمر الدول بياخد وقت طويل. عشان كده قلت يا ترى القناعات اللي موجودة، يا ترى الثوابت اللي موجودة عندنا، وانا عندنا بقصد بيها دايما اقول، مش عايز اقول انا، عايز اقول احنا دايما عندنا هي الاهداف دي، العدالة، الحرية، ولا حاجة تانية؟ ان شاء الله هي الاهداف دي اللي موجودة عندنا، ثوابت وقناعة ومسار هنعمله ان شاء الله، هنعمله مع بعض. انا حبيت اقول ثورة يوليو والتحية اللي وجهتها لكل رجالها. خلي بالكم الثورات ما بتعديش ببساطة، ده تحرك أمة لتغيير واقع، للوصول إلى واقع تاني هي بتنشده. خلي بالكم النهاردة حصلت في مسارات وعقبات اللي قبلت الثورة بتاعت يوليو حرب 56. كان هو عايز يسيطر على مرفق من مرافق دولته في الوقت ده، قناة السويس، وحصلت معركة السويس. كان عايز يبني السد العالي واتعمل السد العالي. وهو ماشي في المسار بتاعه، في مسار الثورة ده بيبقى فيه عقبات، بإرادة الشعب وإرادة القيادة بيتم التغلب. وفي اللي احنا ماشيين فيه ده، في اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، عشان أهداف الثورة ديت اللي هي الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش بكرامة، والعيش والكرامة الإنسانية تتحقق، احنا في عقبات بتقابلنا، عقبات كتير لن نتغلب عليها إلا بوحدتنا وإصرارنا على تحقيق هذه الأهداف وهذه الأمال. أنا هتكلم في 3 موضوعات أنا شايفهم إن هم محتاجين نشوفهم في سياقهم، مش هتكلم كتير على ما تحقق في مجال التشريعات أو في مجال الإصلاح الاقتصادي أو في مجال العمل السياسي مع أفريقيا ومع الدول العربية. مش هتكلم في ده، مش عشان حاجة، لأن ده أمر هيستمر إن شاء الله وهنتحرك فيه. لكن أنا بتكلم على نقاط شايفها إن هي محتاجين إن إحنا نبقى شايفينها زي بعض ونتحرك فيها مع بعض. أول نقطة من فضلكم لازم تعرفوا إن إحنا في مواجهة ضخمة جدا، وأنا ما ببالغش، أنا بكلمكم بمنتهى الصدق والأمانة، وتعودوا مني على كده واعرفوا إن أنا مش هتغير إن شاء الله.
التحدي اللي عندنا مش تحدي اقتصادي، لا، ده في تحدي وجودي. في تحدي وجودي. انتوا عارفين يعني ايه في تحدي وجودي؟ في ناس وفي تخطيط وفي ادوات وفي حاجات كتير جدا شغاله عشان الدوله المصريه دي ما تستمرش. عايز اقول لكم لوحدي وبالحكومه وبالجيش والشرطه مش كفايه. محدش يقدر يهزم شعب ابدا. محدش يقدر يهزم شعب. محدش يقدر يهد في دولة فيها شعب واعي ومنتبه ويقظ ومش هيسمح. لما دايما اقول في كلامي بصوا حوالين منكم، انا ما اقصدش بيها غير ان انا بقول لك بص على السياق اللي موجود فيه الوطن كله، مش وطن بس مصر، الوطن كله. انظروا الى هذا الامر، بصوا له كويس وشوفوا ده معناه ايه. طب والهدف منه ايه؟ طب واحنا منه فين؟ الصورة دي مش لازم، خلي بالكم، تغيب عننا ابدا. ليه؟ لان دي هي دي الوقود، دي اللي هتحقق الصلابة، الارادة، العزيمة. لازم نبقى كده وفاهمين وواثقين. الواقعة بتاعت الفرافرة، انا شفت رد الفعل اللي موجود وشفت الاعلام تناول الموضوع ازاي والرأي العام بص للموضوع ده ازاي. انا مش عايزكم ابدا لما تحصل وقائع زي دي ويا رب ما يكررها تتلخبطوا، تتهزوا، تزعلوا، تتألموا، صحيح، لكن لازم تكونوا واثقين في نفسكم. ونفسكم ده الجيش جزء منه، لان الجيش ده ابن كل مصري واخ لكل مصري. الجيش ده جاي منين؟ ده ابني وابن الاخر، اخويا واخو المصري، ده منك. اوعى تتهز. كان قدامنا خيارين، يعني يحصل فينا زي اللي بيحصل بره ده، يا يتقدم الجيش والشرطة يتلقى الضرب بدل المصريين. والجيش ده ابن الوطنية المصرية، ضمير مصر، يقتل هو الأول قبل ما يتمس المصريين، يستشهد هو الأول قبل ما يؤذى المصريين. النقطة الثانية اللي عايز اتكلم فيها معاكم هو رؤيتنا وتحركنا تجاه تحسين قدراتنا الاقتصادية. خليني اقول لكم كل الشكر، كل التقدير، كل الاحترام وكل الاحساس بكل مصري ورد فعل المصريين تجاه الاجراءات اللي اتعملت عشان تقليل الدعم وتخفيض عجز الموازنة. الاجراء ده ما اتعملش من سنين طويلة، هو اجراء قاسي بس كان لابد منه. اذا كنا عايزين نتكلم على كرامة انسانية وعدالة اجتماعية لابد ان احنا ناخد اجراءات وقرارات صعبة، والحكومة تساعد في ان القرارات دي ما تمسش الغلبان. ومش بس الحكومة، وحتى المواطنين. ارحم اخوك. اذا كنت انت بتتعامل مع مواطن من فضلك زود واسمع التسعيرة اللي الحكومة حطاها. هي مش جبرية عليكم، لكن دي بتقول ان الزيادة دي تقابلها الزيادة دي، ما تزودش عن كده. لكن ده هيكون ليه نتائج ان شاء الله طيبة جدا جدا طالما احنا ماشيين في طريقنا المظبوط. انا بشكر المصريين، وبالمناسبة كل المحللين كانوا بيقولوا ان الموضوع ده خطر جدا وما يتعملش، وانا كنت براهن على المصريين، ما كانش عندي شك. زي ما طلبت وطرحت
يوم 24/7 وقلت المصريين ينزلوا يدوني تفويض، كل اللي قال لك مش ممكن ما تطلبش الطلب ده، لكن كنت براهن على المصري العظيم ده. والله في ناس اغلب من الغلب، في ناس اغلب من الغلب في مصر، ورد فعلها يحير اي حد يقول ايه ده؟ ازاي الناس دي كده؟ ازاي الناس دي مستعدية تستحمل كده واكتر من كده؟ هو انا مش شايفهم؟ لا والله، انا والله طول عمري شايفهم، ونفسي، مش نفسي بس اراده ورغبه، لا وعمل على ان هم يبقوا احسن كتير من كده، وان شاء الله احنا رايحين لده بفضل الله سبحانه وتعالى. بس انا بقول لكم يعني كان الناس كلهم بيقول لك لا الموضوع ده، وانا ما كانش عندي شك ابدا ان هم عندهم الوعي والمسؤوليه والتحمل لقرارات اصعب كمان من كده. انا بقول لهم كتر خيركم، وربنا سبحانه وتعالى هيعيننا كلنا على ان احنا نطلع لقدام ليكم كلكم ان شاء الله. احنا كنا ان شاء الله خلال الاخبار يعني ممكن تكون تطمنكم وتفرحكم ان شاء الله. خلال اليومين اللي فاتوا والايام اللي جايه احنا شغالين في 4 موضوعات انتوا حتى هننطلق فيهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. كنا اتكلمنا عن الزراعه، وانا مش عايز اقول تفاصيل لان انتوا اكيد سمعتوا الكلام ده، واتكلمنا على الطرق ودي محتاجينها للتنميه، وان شاء الله احنا متحركين في حجم معتبر. احنا بنتكلم في 3000 كيلو طرق واكتر، اقول 3200 كيلو. احنا اجمالي طرق مصر حتى الان 24000، يعني احنا بنتكلم في تقريبا 10% بنتعشم، وهنشتغل وهنجتهد ان احنا نخلصهم في خلال سنه، ويا رب المده ما تطولش عن السنه. سنه بقول 10% من اجمالي طرق مصر بشكل محترم وجديد. الطريق بيفتح ابواب كتير قوي لتنميه على اجنابه، لصناعه، لزراعه، لحركه عليه. كمان ان شاء الله خلال الايام القادمه في مشروع ما حدش اعلن عنه وما حدش اتكلم فيه، احنا ساكتين وبنتكلم فيه مع المختصين بس. ده هنطلقه وهتشوفوه، وانا مش هتكلم فيه بصراحه معاكم دلوقتي، هخليها ان شاء الله تبقى مفاجاه جميله ليكم. احنا بنتحرك وهنتحرك بفضل الله، وهننجح بكرم الله وبجهدكم وارادتكم وتحملكم يا مصريين. الموضوع الثاني اللي هتكلم فيه، او قبل ما اتكلم في الموضوع الاخير، خلينا اكلمكم باختصار شديد على كلام بيتقال على حركه المحافظين وعلى الفريق الرئاسي وعلى الاختيار. انا قلت في حركه المحافظين اللي هم بيشغلين فيها، قلت لهم من فضلكم انا عايز الاكفاء فقط، وانا ما عنديش، وخدوا مني كلام اللي بقوله هنا قدامكم دلوقتي هو ده اللي بقوله مع المعنيين. انا ما عنديش، انا عايز الكفء الماهر الشريف اللي عنده إرادة عمل. بس الدول المتقدمة بتبقى ناجحة ليه؟ عندها منظومة تأهل وتجهز وتقيم وتفرز الأكفاء، فتدفع بيهم لمواقع القيادة ومواقع العمل البارز، فالبلاد دي بتطلع لقدام. يا ترى احنا المنظومة دي عندنا كفاءتها قد ايه في الاختيار؟ كفاءتها قد ايه في الفرز؟ كفاءتها قد ايه في التأهيل؟
يعني عايز اقول ايه؟ عندما يتبين لنا الكفء الماهر موجود بنختار ونتكلم معاه وبنطلب منه. يعني كل المصريين يبقوا الفريق بتاعي، ايوه، حتى يكون الفريق الرئاسي بتاع الرئاسه هنا افضل ما يكون. الموضوع الثاني او الاخير اللي هتكلم فيه خاص بالازمه في قطاع غزه. انا عايز اقول لكم على حاجه. مصر وانا بقولها لكل اللي بيسمعني، مصر قدمت للقضية الفلسطينية للفلسطينيين، قدمت 100,000 شهيد، قدمت 100,000 شهيد، واكتر من ضعفهم كان فيهم جروح عميقة، مش عايز اقول كلمة صعبة، على مدى تاريخ القضية ديت. مصر قدمت اقتصادها المنهار ده، قدمت ده على مدى اكتر من 60 سنة. وده مش معناه ان احنا خلاص كده، لا والله، بس انا بقول الكلمة دي بفكر كل الناس بره وجوه باللي احنا المصريين عملناه عشان خاطر اهلنا في فلسطين. ولغاية دلوقتي مفيش محفل ومفيش فرصة نتكلم الا بنقول فيها الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بمنتهى الوضوح مع كل الناس. فصعب قوي ان حد يتصور او يتكلم ويزايد على ده معانا، يزايد على ده على مصر ودورها، مش بس مع الاشقاء في فلسطين الفلسطينيين، لا، على دورنا على الصعيد العربي كله. مصر دولة عظيمة ودولة كبيرة ودولة مسؤولة. خلي بالكم، انا مش هخش في تفاصيل كتير في هذا الموضوع، لكن انا عايز اقول ان احنا في كل توتر كان بيتم بين القطاع وبين الاسرائيليين كنا بنتكلم، بس ما بنعلنش الكلام ده، ونقول من فضلكم بلاش. وحصل كتير على مدى الشهور اللي فاتت توتر تم احتوائه. ولما الثلاث مواطنين اسرائيليين اتخطفوا كنا بنشتغل عشان الموضوع ما يتطورش، وبنقول ضبط النفس وعدم خروج الموقف او الموضوع او الوضع عن السيطرة. بنبعت الرسائل وبنعمل اتصالات عشان ده ما يحصلش، لغاية حتى المبادرة. مش عايز اقول كلام لان الوقت اللي احنا فيه دلوقتي معالجة للأزمة، فأي كلام يتقال يمكن يكون مش لصالح إدارة الموقف ده. احنا عايزين المواطنين البساط اللي موجودين في القطاع ما يتعرضوش للي بيتعرضوا عليه دلوقتي. فأنا مش هنتكلم في تفاصيل ممكن تضر بالجهود اللي بتتعمل عشان نوقف الموضوع ده، اللي هو الوضع والاقتتال اللي موجود، اللي بيروح فيه كتير من الابرياء في قطاع غزة. مش هنتكلم في ده، لكن انا يهمني ان انا اقول ان المبادرة اللي اتطرحت بمنتهى الاختصار، المبادرة دي ما اتحطتش فيها شروط من حد، لا من الجانب ده ولا من الجانب ده. احنا قلنا الاول نخفف الاحتقان ونوقف اطلاق النيران وتتفتح المعابر بعد الموقف الامني خلاص بقى مستقر، نفتح المعابر وتخش المساعدات للناس، وتقعد الطرف ده والطرف ده يقعدوا وكل واحد يطرح الملفات اللي هو عايز يتفاوض عليها، واحنا نتحرك عشان نحل مع بعضنا. انا هقول تعقيب اخير واقول ايه، يا ترى الواحد بعد مرور 30 و40 سنة على إدارة لأمر بشكل معين مش يتوقف ويشوف النتائج يقول يا ترى احنا بنطلع لقدام وحققنا اللي احنا عايزينه، ولا محتاجين نقف ونراجع نفسينا ونعدل لو احتاجنا ان احنا نعدل. اقول تاني، مهم قوي ان احنا دايما
نبقى في دراسة مستمرة لأفكارنا واتجاهاتنا، خاصة لو كانت لها تأثير كبير على شعب وعلى أمة. احنا هنفضل جنب أشقائنا الفلسطينيين بلا جدال. ده مسؤولية أخلاقية، مسؤولية وطنية، بدون مزايدة وبكل الصدق والأمانة والشرف. كل سنة ونحتفل بذكرى ثورة يوليو، ونفتكر الدور العظيم لرجالها، ونربط ده بالواقع بتاعنا ونتحرك لقدام. يا رب وفقنا جميعا واحمي بلادنا، ويا رب تساعدنا عشان نحقق كل امال الناس، خاصة الناس الغلابة والبساط. انا دايما اقول تحيا مصر ان شاء الله، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.